أول شي ببدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين، ونبدأ يومنا بالصلاة على النبي. يسعد لي أيامكم أوقاتكم. أكيد بلش يومي أول شي بالصلاة، وأكيد حست البيت بس ما صورت هاي الحوسة ولا هالشي. حبيت اليوم فرجيكم روتيني بالطبخ. اليوم طبختي ما رح تتوقعوها، هي الطبخة المفضلة عند الأتراك وعشقهم هي عند الأتراك هاي الطبخة. بس أنا رح أطبخها اليوم على الطريقة التركية. راح فرجيكم شو هي. طالعت لحمة، في عندي لحمة متلجة اجتني اياها، ولحمة شقف. هلا لحمة متلجة راح اغسلهم وبعدين فرمهم على راس العصفور مثل راس العصفور، وبرجع بغسلهم وبقليهم، بس بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي متعودين عليها نطبخ اللحمة بسوريا. طريقة على الطريقة التركية مثل ما بيت حماي. ومثل ما شايفين فاصولية هي حب. هاي الفاصولية أنا بالعادة بنقع قبل ليلة، بس هالمرة عملتها مثل ما بيت حماي بيعملوها، علموني هاي الطريقة بحيث ما بيدود البقوليات. هاي أفضل طريقة، وخاصة إذا كنتي مستعجلة فورا بتطالعي الفاصولية بنفس النهار، ما بتحتاجي تنقعيها قبل نهار. هلا أنا بالعادة بجيب شي 10 كيلو فاصولية وبنقعن بالكربونات. وبفرزهم وبطالع الكيس اللي بلزمني. وهون شوف مثل ما انكم شايفين اجت القطة على باب المطبخ بدها ياني أطعمية. هلأ صار موعد سناكة. مثل ما انكم شايفين عم تترجاني أطعمية وأنا هون بدي أطبخ وأصوركم قبل ما يجي جوزي عشان ألحق الطبخ على جيد جوزي. هون قلت بفتح له سناك وطعمية. بس بدي قلت لكم اني بقدر انا بعد ما بنقع الفاصولية بالكربونات بنشفها او بصفية وبقدر بكل كيس بحط كاستين. هاي الفاصوليا تقريبا حجم كاستين فاصوليا منقوعة. وهون مثل ما انكم شايفين عم بحاول دوق باللحمة لحتى اغسلها كتير كويس، وقطعها راس عصفور وبعدين احمسها على الطريقة التركية. انتو يا حبايب قلبي، انتو اين اكتر طبخة بتحبوها، وشو الطبخات اللي ما بتحبوها ما بتقدروا تاكلون؟ انا هاي الطبخة لما كنت بسوريا ما بقدر حطها ابدا بتمي. ما بعرف هيك سبحان الله. بس من وقت ما جيت على تركيا سبحان الله صرت احبها واعشقها. لما خاصة بعد زواجي صرت اطبخها على الطريقة، وهون كتير حبيتها. مدري انا فيني شي. هلا هون السوريين بشكل عام ما بيحبوا الفاصولية، كرهوها. بس انا عن جد هي عشق الطبخة، بس تنطبخ على اصولها. هون عم بحاول فك التلج، بس ما عم فك التلج. ومثل ما تنسوا حبايب قلبي، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وهون مثل ما انكم شايفين عم بشوف الأجواء بالشارع، شوي بغيم الجو، شوي بصير هوا، شوي شمس. سبحان الله، جو اسطنبول كتير محير، يعني كل دقيقة فصل من فصول السنة. سبحان اللي بيغير وما بيتغير. حبايب قلبي، انتو شو رأيكم؟ انا برأيكم استمر بالتصوير يومياتي ولا وقف بالتصوير؟ انا محتارة، ما عم بيجيني مشاهدين ولا متابعين، وما فيش حدا عم بيشجعني اني استمر بالتصوير ولا لا. رجاء اكتبوا رأيكم بالتعليقات. بتحبوا استمر بالتصوير يومياتي ولا وقف وخلص؟ هون عم بتفكر اني اطلع مشوار ولا ما اطلع، وقف طبختي ولا لا، لاني كتير كتير بحب اطلع على هون غسل المخدة وحيطتها تنشف، ومنه بنفس الوقت عشان ما يطبق الشباك، لأني مو قلت لكم اليوم في هوا وشوب. سبحان الله، يعني بنهار واحد بتقلب الفصول. وهون حبايب قلبي في كتير ناس علقولي بدهم ياني أكمل شو صار ببيتي قديم. عن جد بهالنهارين لما تذكرت وحكيت لكم كتير تعبت نفسيتي، كتير كتير كتير. هون بنتي بلشت تبكي بدها ياني ألعبها. هاي بحيطة بنتي على الأرض مدت لها شرشف ومدت لها بطانية أو حرام أو شو بسموه الحيف. ايه وعم بلعبها. بنتي مو لأني وحيدتي ومتعلقة كتير فيني، ومين معي أو مين بيتفق معي إني عن جد الطفل لازم واحد يشبع منه وهو صغير. يعني أنا عندي أهم شيء تكون بنتي مبسوطة وفرحانة، وما بيهمني أني انطبخت أو حست. أهم شيء هلأ بنتي تشبع مني وأنا أشبع منها، وعايشة طفولتها بأحسن لحظات. وهالفترة أنا هون الفاصولية فورا استوت. نسيت لكم حطيت الفاصوليا على النار، وفعلا بسرعة بتستوي الفاصولية، يعني 20 دقيقة بكون استوت. وهون هلأ صار اللحمة فرمتها، نسيت أصوركم إياها لأني مستعجلة. فرمت اللحمة راس عصفور
وهلأ بدي أحمسها. أول شي بحمسها على نار قوية، وما بزيد أبدا مي، ما بزيد أبدا مي عليها، بحمسها بنار قوية لتاخد لون قاورمة أو لون التقلاية. بعدين حط الغطا على الطنجرة بحيث الغطا يكون مضغوط كويس، مو طنجر ضغط، طنجرة جدا عادي، اشفي عنكم طنجرة ما هي مشكلة. وبحطها على نار هادي، نار مثل الشمعة، كأنك عم تطبخي يبرق حلبي بالضبط. وهون أنا قلت لكم بحب اللحمة مدهنة، يعني هي تقريبا كيلو و200 جرام، هيدي لحمة مع دهنة لسه شايفين. وبحب الدهنة بالعادة يا شقف يا أما أنا بطحنها ناعمة. وهون بهالفترة قلت يا بنت اعملي كاسة نسكافيه وتروقي. هون القطة ما راح تتركني أبدا، بقى رجاء اللي بده يقرف من القطط ومن الحيوانات وبيقول لي ليش هيك بتعملي وليش هيك بتساوي والقطة فيها جراثيم، ما بحب اسمع أبدا هيك كلام. أي كلام بحس بينفرني من الحيوانات أو بيقسي قلبي على كائنات الله ما بحب اسمعه، لا يتابعني ولا يشاهدني، واللي بيقرف لا ياكل من عندي. سبحان الله، أنا من لما صارت عندي قطة سبحان الله شن رب العالمين دب بقلبي الحنية والعطف. ما بقى فيني أبدا أقسى على أي حدا، حتى النملة بحس أشيلها هيك بمحرمة وحطها هيك على الشارع أو على باب، مو على باب، على الشباك. سبحان الله، الله بدب بقلبنا الرحمة. وسبحان الله رب العالمين سماهم الطوافون والطوافات. وهون اللحمة مثل ما شايفين عم تاخد لون القاورمة على نار قوية، بس هي بحجمها كتير بالطنجرة، وبيطلع منها كتير منها مي وسوائل رغم اني انا مصفيتها. وهون لما بنعنقليها ما بنحط لها وما بنضيف لها اي شيء. هون عم اعير كمية الرز اللي رح اطبخها جنب الفاصولية. هذا الصحن بيسموه صحن غميق، تقريبا كاسة ونص، ما يعادل كاسة ونص، كاسة 200 ملي. ايه تقريبا هي بتكفي فقط إلي ولزوجي. هلا راح ابعت سكبة لعمي صحن فاصوليا ما بده رز لانه معه مرض السكري. ايه. وهلا انا ما باكل كتير رز، هلا بتشوفوا صحني بنهاية الفيديو. وما باكل ابدا خبز ابيض الا اذا مثلا يوم اكلت مع الرز ما باكل خبز ابيض، ويوم باكل خبز ابيض ما باكل رز، ومو دائما. بتشوفوا هلأ بتتابعوا يومياتي، بتشوفوا اني انا ما عندي نظام محدد. سبحان الله، يعني الاكل اليوم بحبه بجوز بكره ما احبه. وهون بننقع اهم شيء نغسل الرز كتير كويس وبنفركه قبل ما ينتقع، وبعدين نحط له معلقه ملح وبننقعه شيء تقريبا ساعه ساعه ونص، ما هي مشكله، الرز ما بيأثر لانه منقوع بالملح. وهون حبايب قلبي انا عم هلا بحكي لكم دقت لي علي الجارة وشمت ريحة اللحمة وطلبت مني بعت لها سكبة. جارتي التركية كتير اخذت علي وجه، وسبحان الله يعني كتير بتحبني. إيه، وشو ما بطبخ كتير بتاكل مني. ما عاد أعرف أسجل صوت لأنه بنتي كانت رح تقع من الديوانة. هون حفت على نار هادية، وإذا الطنجرة بتنفس هوا حطوا عليها بشكيرة. هلأ ما بعرف، أنا كتير العالم بنتقدوني بيقولوا لي عيطي كتير وجه للجيران. هون سخنت المي وغليت لنعمل كاسة النسكافيه. هلأ اليوم ماني أكلة ماني شاربة غير كاسة النسكافيه بس، يعني اليوم ماني أكلة شي لأنه اليوم عشاي دسم وفاصولية ورز بشكل عام، ومالي نفس وهيك يعني التهيت بالبيت حوسة ونظافة تنظيف، وعندي حفظ قرآن وهيك شغلات. هلا انتو سجلوا لي بروتين يومي شو بتعملوا شو بتساووا كيف بتلحقوا، وخاصة اللي عنده أكتر من ولد كيف بتلحق يومها. أنا عن جد عندي طفلة وحدة بس دائما مشغولة، ما عم بلحق مهما ركضت ما عم بلحق، رغم بيقولوا لك استغفري سبحي لحتى رب العالمين يطرح فيه باليوم بركة، بس عن جد ما ضل بركة بأيامنا. سبحان الله، أول شي كان يخلفوا 7 أولاد ويلحقوا، هلأ ولد واحد وما منلحق. المهم تحكولي ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حبايب قلبي، وتعلقوا تعليقات حلوة مثلكم. نسيت أقولكم بدي أعمل على الطريقة التركية بحطوا لها فلفلة حمراء للفاصولية، فلفلة حمراء صغيرة حمراء حدة كتير طيبة، بتطلع الفاصولية كتير حدة. هلا في ناس بنتقدوا الفاصولية بتركيا بطبخوها بدون لحمة وفي ناس بلحمة. انا عم بعطيكم الطريقة اللي بيت حماي بيطبخوها، يعني مش كل الناس بيطبخوا نفس الشيء، مثل سوريا او مثل مصر
مو كل الناس بتطبخ نفس الشي. هلا الطبخ السوري مثل طبخ أهل الريف، مثل طبخ أهل الشام، مثل طبخ أهل اللاذقية، وهيك يعني. فما ما فينا نقارن كل الشي نفس الشي يعني ما فينا نقارن طبخ أهل عنتاب مثل أهل اسطنبول. هلا بجوز تشوفوا تقولوا معقول هذا الشي فيه طعمة خفيفية أو فيه سر رح حطه بآخر فيديو رح يبين معكم. هلا أنا ما حبيت الفاصوليا إلا على الطريقة، سبحان الله. وهون عندي بندورة مجمدة. أنا هون بالعادة بمون بندورة بغسلها وبنشفها وبحطها بأكياس مثل ما هي بالثلاجة، لا بفرمها ولا بغليها ولا شيء. إذا انغلت بتصير مثل السم على الأمعاء، هي بتعمل لك التهابات وبتسليكي سلي، يعني بتسلي أمعائك تهريون. مشان هيك ولا بفرمها. لشو أفرمها وحطها بأكياس وتشرشر مي؟ خلص مثل ما هي بشيلها وبحطها بالثلاجة. وهون اللحمة شوفت عينكم بلشت تاخد لون وميتة فيها. هون بس حركتها تحريكة لأنه كميتها كتير والطنجرة ما بتعطيها كل اللد على الكل. هون رجعت على نار هادية وسكرتها. وهون البندورة بس غسلتها تغسيلة لتتقشر قشرتها هيك وتتقشر بكل سهولة. يعني هلا بتجوز تقولوا شلون تتقشر وشلون، لا تخافوا أبدا، كتير بتتقشر بسهولة وفيكم تفرموها بالطريقة اللي بتحبوها. يعني ما في عذاب، بالعكس ما في أسهل منها. يعني ليش تمونوها تفرموها بعدين تطالعوها؟ يعني هيك أهون، بتطالعوها مجمدة وفورا بتتقشر بكل سهولة، أحسن ما تتعذبوا قبل تقشروها وتعصروها وتطبخوها. لا خلص، طالعوا الكمية أول بأول، أهون إلكم وخاصة لست البيت اللي عندها عيلة وكميات. أنا هون قشرتها ورح فرجيكم الطريقة كيف تنفرم بالطريقة. بس أنا رح أعملها بالخلاط يعني بالمكسر. بتسموه مكسر شو بتسموه ما بعرف ببلدكم. أعملها بالخلاط، أطحنها مع كمية مي، يعني كاسة مي 200 ملي، أكتر ما بنحط مي. الفاصوليا عنا حبة سميكة مش فيها مي. ايه هلا انا رح لكم كيف تنفرم ناعمة. اذا بتحبوا تفرموها ناعمة فرموها ناعمة، شوفوا شلون لما بتنفرم ناعمة، يعني جدا سهلة. اذا حابين تفرموها ناعمة انا عم لكم الطريقة، بس انا ما رح افرمها. وهون انا كنت عم تنظف بندورة فيها سواد، اكيد بين معكم. ايه هون لاحظت البندورة كتير قليلة. بعد ما طحنت البندورة كتير قليلة طالعت 10 وحدات تانية، ونفس الطريقة كمان دوبتهم. هون هالشرائح أنا بالعادة بعملها للحمة بالصينية، اللحمة أو كبابة بالصينية شو بتسموها أنتو. كتير هالشرائح كتير، أو لكباب بانجان بحطها بالفرن حسب كل واحد شو بحب. وهون شوفت عينكم شلون بتنطحن بالمكسر وكتير سهلة. هون أنا وقفت شوي وطحنتها عشان ما الصوت يزعجكم وتنطرشوا. إيه هون كتير شوفت عينكم. هون عبقلكم اني ما بتنطحن فورا، بتحطوا لها كاس مي وبتطحنوها. هون فوق العشر بندورات حطيت، هي صارت كمية يعني الابريق كامل. ابريق هذا بيجي مع المكسر، ابريق كامل. هون بس تستوي اللحمة تقريبا 70%، بتحطوا الصوص البندورة. لا اول شي عفوا بعتذر منكم، بتحطوا البصل، بنفرم بصلة بنقليها مع اللحمة، وبس استوت البصلة بنحط لها الصوص. هون عبقلكم بنحط لها البهار اتراك بيحبوه، بس بهار الفليفلة الناعمة المطبوخة بالزيت، او بيحطوا لها زيت، اللي بيستعملوها بتشي كفتة. هون من حطينا فليفلة اللي بيستعملوها بتشي كفتة، وحطينا نتفة كمون مشان شوفت عينكم الفاصولية بتعمل نفخة بالأمعاء. وهون طبعا حطينا ملح ما بننسى، لأنه اللحمة ما بنملحها أبدا لحتى مع الصوص بتطلع ما أطيب منها، لأنه بتعطي النكهة الأساسية للحمة. وتخبيص بالبهار كتير بينزع كتير طعم اللحمة، يعني بتصير طعمة بهار، ما في طعمة اللحمة، ما في طعمة الفاصوليا، بتضيع الطعمات. سبحان الله. يعني كل مين الناس أذواق، والأكل يعني كل ما تشتهي نفسك والبس ما يليق الناس. هلا هون انا قلت لكم حطيت فليفله ناعمه. هلا بيت حماي بيحطوا فليفله حمرا صغيره يابسه، بيطبخوها بفليفله حمرا يابسه. وفي اتراك بيطبخوها بزيت للفاصوليه. إيه انا بالعاده كمان بحط لها فليفله حمرا، بس ما عندي فليفله حمرا. وهون عبقلكم اني احسن ما تطحنوها هي بتطلع تازه، طعمتها كاني بندوره تازه. وهون فرمت تقريبا نص بصله، ما بكتر بصل كتير، قلت لكم نص بصله وفرم ناعم حصريا.
هلأ في أتراك بيبشروا البصل بشر وفي أتراك ما بيبشروه أبدا. وهون كفيت الفرم البصل بطريقة ناعمة، كتير كتير ناعمة. وهلأ اللحمة يكون استوت 70%. هون بضيف عليها البصل، وبصل بترجع بتشرب مية البصل سبحان الله، وبيطلع منها مي على نار هادية بحيث ما تنشف ميتها وما بتحترق. وإذا لا سمح الله نشفت ميتها معكم، مثلا تكون عندكم مشكلة أو اللحمة قديمة كتير، ضيفوا لها كاسة شاي، ما تضيفوا كتير عشان تعطي النكهة الأساسية، ضل هي طعمتها لذيذة فيها. ولا تنسوا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وهون أنا عم بطبخ لكم وبنتي عم تبكي، وكل شوي بروح بفرم شوي بصلة وبروح بفرم شوي بصلة وبروح. مثل ما عم فرجيكم البصلة لازم تكون ناعمة، وإذا بتحبوا عندكم فليفلة إذا بتحبوا، أنا ما بحب. هون بدي لكم شغلة، الأتراك بيحطوا سن توم واحد، يعني فص توم واحد، أكتر ما بيحطوا أكتر. إيه مش كل الأتراك، أنا عم بقلكن على طريقة أنا، يعني الجماعة اللي بعرفهم. وفي كتير أشخاص أتراك على فكرة بطبخوها بس بزيت نباتي، كل شخص بيحب اللي بده إياه. أنا بصراحة الفاصوليا على الطريقة السورية ما حبيتها أبدا، ولا على أي طريقة ما تقبلتها أبدا، يعني ما قدرت أبدا أهضمها. سبحان الله. إيه حبايب قلبي، انتوا شو بتنصحوني؟ يكفي تصوير ويومياتي وطبخاتي ولا لا؟ وشو بتحبوا أعمل لكم؟ حلويات أم هون حبيبات قلبي خلصت، وهي البصل عفرجيكم إياها ناعمة كتير. شوفت عينكم شلون اللحمة مثل القاورمة مستوية، وشوفت عينكم بس في الصوص أثار أو يعني الزوم اللحمة، مش يعني مي من عندي. شوفت عينكم. وهلأ منحمصة مع البصلة، مع البصلة أبدا. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وهون طالعت لكم قطعة لحمة هلأ ها، رغم أني استواء لازم يكون 70%. هي وقت إضافة البصل شوفوا اللحمة كيف، شوفوا شلون من برا قاورمة كأنها مشوية، ومن جوا شوفوا شلون ما يفقد رطوبتها، ما يفقد من نوع أنها لساتها طرية، مستوية وطرية ما ناشفة. وبنفس الوقت ما يعطي طعمة السلق، يعطي طعمة كأنية ملفوفة بالقصدير ومطبوخة بالفرن. هون حبيبات قلبي هاي قشر البندورة في عالم هون بيحطوا له ملح وبينشفوه. ايه بينشفوه، رح تستغربوا، بينشفوه بالشمس. انا كمان تفاجأت، الا دقته عند جماعة بينشفوه بالشمس، او في ناس بيحطوه بالفرن بالشوا. اذا ما بدك تنشفيه بالشمس، اذا الجو رطب او الجو شوب، عفوا برد، ما عندك شوب ما عندك شمس، جففيه بالفرن وطحنيه، بصير معك بودرة البندورة أو طعمة الكاتشب، البهار الكاتشب بالشيبس. كتير عنا بيستخدموه، يابا بيضيفوه لمعكرونة أو للشيبسات. وهون شو مثل ما شفتوا البصلة دابت تقريبا، وشوفت عينكم عم تطلع منها مي البصلة، يعني عم تستوي شوي شوي. وهون نسيت لكم، وأنا عم باللحم الشقف الكبار طلع فيه عظمة مع لحمتها، عفتها مثل ما هي. كمان اللحم بعظمه كتير طيب، كتير كتير طيب، ومفيد للذاكرة وللعظام وللركب اللي بيعاني من وجع الركب. وهون ضعت أنا بين بنتي وقطتي، وهون مثل ما شايفين عم برتب المرمرة. ونسيت أقلكن إني لسه النسكافيه ما خلصتها. إيه هون طحنت رجعت الصوص مرة تانية لينعم أكتر مثلكم ما شايفين. وهون عم بقلكن أنا حطيت تقريبا كاسة مي مثل هيدي، يعني الركوة كاسة مي أو مثل هي الكاسة الصفرة 200 ملي. وهون مثل ما انكم شايفين رح رتب شوي وارجع لكم واضيف الصوص على اللحمة، لانه استوت البصلة ودبلت مثل العادة. وهون بلشت احمص الرز. هون حطيت زيت ومعلقة سمنة ومعلقة زيت، وحمصت الرز هون شوي شوي على نار هادية مع معلقة ملح. حطوا ملح فورا هو مع التحميص بيطلع رز اطيب ولا بنخبص ابدا. هون نسيت ما عندي شعيرية، بقى لا تعتبوا علي ان انا عن جد ضايعة. هون نسيت ما عندي شعيرية، بس الحمد لله عمي لو كان موجود بده شعيرية، بس ما عندي. الرز جوزي بحبه بدون الشعيرية، هي كمان ما عندي مشكلة. هون شوفت عينكم شلون اللحمة نشفت ميتها وضلت بس دهنت اللي عم بيطلع منها. هون منضيف الصوص اللي عملناه، وهون منعيفه يعقد. هلا وين السر حطيناه؟ بدي لكم ضفنا له مع مكعب سكر
أو إذا عندكم معلقة شاي صغيرة سكر للصوص. ليش؟ لأن الصوص بشكل عام اللي بيعاني من حموضة المعدة، من حرقان المعدة، اللي عنده آلام يعني بشكل عام بالمعدة، معلقة السكر. هون بلشت حمص الرز، وبلشت حمص هون الرز على نار هادية، وبدي شوي أضيف له مي، وبدي يكفي إني معلقة السكر كتير بتفيد تسحب الحموضة وما بتأثر مهما أكلتي شي حامض. مثل ما انكم شايفين حبايب قلبي، الرز ما بحط له ابدا لا بهار ولا مكعب ماجي ولا شي، بس معلقه سمنه ومعلقه زيت، ولما بستوي بتهبل بحط له معلقه سمنه على الوجه. وهون بلشت البندوره تعقد مع بعضها مثل ما انكم شايفين مع اللحمه، تعقد تعقد تعقد. اخر شي بنضيف الفاصوليه، لانه الفاصوليه فورا تستوي وبتعقد مع الصوص مثل ما انكم شايفين. هون بنعيف قبل ما تستوي شوي الصوص بنضيف للفاصولية. وهون مثل ما انكم شايفين عم بشرب كمالة نسكافيه وما خلصت هالكاسة، رح تقولوا لي نبعت، ما بقدر اشرب شي بسرعة، هي عندي شي طبع بشع، بيضل كاس الشاي من الصبح للمسا معي وبلتهي وبنشغل. هون استوى الصوص كتير وعقد مثل العادة مع اللحمة. هون ضفنا إلى الفاصولية مثل ما انكم شايفين. هلا انا ما بقدر حرك لاني ماسكه الهاتف وعب بحرك. هون الرز شوفت عينكم استوى. هلا بنضيف معلقه سمنه وبعمل له هيك تحريكه خفيفه وبسكره وبعيفه يتهبل اخر شي. بحب كتير معلقه السمنه اخر شي تنضاف للرز، يعني اخر شي لازم ينحط يا معلقه سمنه يا معلقه زيت زيتون. هون خلصت طبختنا حبايب قلبي. عملت صحن بصل وليمون ولبن والمخللات، اهم شي مخلل الحد. وهون شوفت عينكم طبق حطيت عليه رشة بهار، هاي جوزي ما بيحبه بس لازم ياكله باني عم بصور. وهون الرز كمان رشيت له رشة البهار. على فكرة جوزي ما ابدا بيحط بهار ابدا، بس انا روح قلبي البهار الاسود وبهار حلبي، السبع بهارات المسماية. يا طلعت والله العظيم حبايب قلبي اقسم بالله طلعت بتشهي بتشهي بتشهي، يعني بتنعزم او بالاحرى بتتقدم لملوك والله بدون مجاملة. وخوه على طريقتي وشوفوه، اللي ما بيحب الفاصوليا يطبخ على طريقتي. وهون انا صبيت بصحني وهي لقمة غرامي. شوفت عينكم صحني نص رز ونص فاصوليا، ما بقدر اكل صحنين هيك مثل ما جوزي بياكل، بس جوزي رجال تعيب بيجي اخر ليل حقه يتغذى. وانا هون خلصنا عشاء وطبقت المجلة وحطيت الجلي بالجلاية هون ومسحت المرامر ومسحت المطبخ طبعا، يعني شغل شغل. وبحب مسح الصالون لانه عشان اغلب وقت بالصالون بيكون. عطولت السفرة. هون طبقت الجلاية وحطيت الظرف فيها المكعب. وهون شوفت عينكم عم بشغلها معكم خلاص. وهون هي ما بنسى اخر بعد العشاء الدسم، واخر شي كاسة مي مع تلج وليمونة بعصرة كلها. ايه والله بتطلع اطيب من عصير، اي عصير بتشتروه جاهز هي اطيب. اهم شي تلج ومي وليمونة. هلا ما بيتقبلها هيك على حمضة يحط يا اما رشة ملح يا اما مكعب سكر، بس انا هيك بدون اي شي. هلا بشربها، خاصة كان عشاي دسم، خاصة بعد عشا دسم صار لازم بدها ليمون ومي مشان الدايت ما يخرب خطي. وهون مثل ما انكم شايفين خمرت الشاي بهالفترة اللي كنا عم بحوس فيها مطبخي، خمرت الشاي لجوزي على الطريقة التركية، صار شاي اكرك عجم. طبعا بحط له عود قرفة، كتير بحب القرفة، واحيانا بحط له قرنفل، بس هلا بحب بس قرفة. هيك اشتهيت سبحان الله. وهون بلشت سهرة جوزي انه خطي رجال تعيب. هون حطيت له انا ما باكل شي خلص، بس تعشيت ما عاد اكل شي. هون شوفت عينكم حطيت لجوزي يسهر ويتابع اخبار، يتابع المسلسلات اللي بحبها او بالاحرى المباريات، عشقوا المباريات. مين جوزة مثل جوزي. وهون شوفت عينكم صار لازم اخذ الغراض لاني جوزي عصب. ويلا بحبايب قلبي، يلا صار لازم ودعكم.